طبعا هو الدوري خلص وكل شيء، بس احنا عموما بنتفرج للزمالك حتى لو مباراة ودية، وبنهتم بيها وبنهتم بتفاصيلها وبنشوف الامور ماشية ازاي تحكيميا وفنيا ومن جميع النواحي، لان احنا جمهور بيشجع نادي علشان يقدر يكسب وعلشان يقدر يكمل وينافس، لان احنا بنحب النادي ده فبنتابعه في ادق التفاصيل حتى لو في مباريات ودية، حتى لو الدوري غار في 60 داهية وعارفينه انه غار، بس بنتابع. النهارده مثلا مباراة فاركو مع الزمالك اللي من يومين كان بالمناسبة الاهلي مع فاركو. انا عايز بس اعرض لكم او اتكلم عن جزئية بسيطة للتحكيم عشان بس نعرف الدنيا ماشية ازاي، وده تفصيلة ما بين ده وما بين ده، ايه الفرق بين هنا وبين هنا. في مباراة فاركو مع الاهلي التحكيم حرفيا كان بيحسب اهداف من اوفسايد وكور من بره الملعب، واي زيطة في الزيطة في الزنبليطة يحسب للاهلي وخلاص، المهم ان الاهلي يكسب علشان لو ما انخصمش ال3 نقط لازم ياخد الدوري. فنعرف التحكيم عمل ايه في مباراة فاركو. اول هدف اصلا كان اوفسايد بفدان وواضحة للاعمى. طب تعالى النهارده الزمالك وفاركو يا معلم، لقطة حسام عبد المجيد اللي هي في الدقيقة 26 من قصدي في بداية الشوط الثاني، ماشي، في بداية الشوط الثاني، إمكانية ضربة جزاء، تمام. إيه اللي يحصل؟ الفار يقعد ربع ساعة يراجع فيها، هي ما فيهاش حاجة طبعا، ما فيهاش ولا زجة ولا بتاع، بس أنا عايز بس أتكلم عن جزئية. شفت الكاميرات بتاعة الفار بتراجع من كام زاوية علشان بس يطلعوا انه حسام زج الواد او لمس الواد، او لو لمسه يا ترى من بره ولا من جوه، او لو زجه هل هو يعني لازم ضربة جزاء. بيدوروا، الفار بيدور ويستدعي الحكم، والحكم يروح يبص في الفار ويدور. هي ما اتحسبتش طبعا بينالتي في الاخر لان ما فيهاش حاجه اساسا، بس انا ببين لكم كميه الوقت اللي اتاخد علشان يطلعوا في ضربة جزاء على الزمالك. ده اللي بيحصل في مباراة الزمالك امام فاركو النهارده، اخر مباراه في الدوري اللي هو اصلا مش فارقه يفوز يخسر اي حاجه، بس بقول بنأكد على جزئيه التحكيم علشان بس الناس اللي بتقول مؤامره ومش مؤامره لا ده حقيقي. ده انت النهارده الحكم والفار بيراجعوا لقطه ما فيهاش اي شيء ربع ساعه علشان عايزين يطلعوا فيه ضربه جزاء على الزمالك اللي هو قدام فاركو، اللي هي الاهلي وفاركو من يومين بس. كمية أهداف أساسا بداية بهدف ظلم، بداية بهدف فاسد، بداية بهدف أوفسايد، يعني ما بقول على باطل فهو باطل، يعني نتيجة المباراة كلها باطلة، نتيجة الدوري كله باطل من الأول، لأن من أول مباراة للأهلي في الدوري الموسم ده وكمية تعريص يعني ببجاحة، وللزمالك ظلم ببجاحة. ده أنت النهاردة الزمالك آخر مباراة في الدوري يا قوم، يعني هو أصلا خلاص مش فارق مع، خلاص الدوري راح، الدوري راح، يا اما ياخدوا بيراميدز بالقانون وبالحج، يا اما يسرقوا الاهلي زي كل مره بيعمل، اللي هو اصلا الاهلي السنه دي لو في عداله مش هياخد 3 4 نقط على بعض. فتخيل لغايه اخر مباراه، ومباراه ملهاش اي لازمه في الترتيب ولا في اي شيء ولا تفرق في اي حاجه، والتحكيم يقعد ربع ساعه يراجع في لقطه حسام عبد المجيد عشان عايز يحسب عليه ضربه جزاء امام فاركو، اللي هو الاهلي جاب الفاركو من يومين ورز اهداف يا معلم. اوف سايد يحسب، من بره الملعب يحسب، كرة مش عارف فيها فاول بيحسب، كرة اساسا مالهاش اي يعني، خلاص انت جبت اول هدف وحسبته من اوف سايد، فخلاص النتيجة هتحصل ايه؟ زي 1 زي 20، وانت بدأتها بداية ظلم، يعني هدف باطل، فنتيجة المباراة كلها بعد كده مش هتفرق بقى تخلص كام، تخلص 70، تخلص 60، تخلص 1-0، تخلص خلاص طالما اول هدف اصلا من اوف سايد بفدان اساسا. الاثنين لعيبة كانوا اوف سايد، يعني الاثنين لعيبه اللي اتلعب له الكره في الاول اوف سايد، واللي جاب الهدف كان برضه اوف سايد وقت لعب الكره واشترك فيها وجاب الهدف، يعني كده اوف سايد من البدايه. فده التحكيم. يجي بقى الاهلاويه يقول لك يا عم وانت دلوقتي انت يعني خلاص، ايوه احنا روح انت بس خليكوا في الهري والكلام الفاضي، واحنا بنعمل اللي عايزين نعمل، واحنا ابطال واحنا اقوياء، ويا سيدي اعتبرنا احنا بتوع نادي الدوله، وبيقول ده كله ببجاحه. يقول لك عادي مفيش مشاكل، انتوا بس فالحين في العياط. طب بس خليكم فاكرين علشان لما يلف الزمن ويجي، ده انت لما الزمالك اخذ الدوري منك 2 ورا بعض اسامه حسني، الشيخ اسامه حسني وغيره قال لك لا ده في فساد في الرياضه، ده الرياضه فيها فساد عشان الزمالك يقدر ياخد بطولتين دوري ورا بعض، كده المنظومه بقت فاسده، في مجاملات صارخه للزمالك.
انا عايزك بقى تخليك فاكرين الكلام اللي بتقولوه حاليا، وتقولوا ان الزملكاويه بيعيطوا، وان الزملكاويه بيأفوروا، وان انتوا بتعملوا اللي في مزاجكم لانكم اقوياء. لما يلف الدنيا عليك وتلف الزمن عليك ويحصل معاك السليمه، يا ريت وقتها ما تعيطش. يا ريت خليك فاكر كده، بس خليك فاكر ان لما يلف الزمن عليك والزمالك يقدر يشم نفسه، لان هيشم نفسه برضه زي كل مره بيفضل مثلا يتخبط ويديله سنين ولسه عايش ومستمر وبياخد من قلبك بطولات، من عينيك بياخد البطولات. فخليك فاكر بس علشان لما ده يحصل ما تبقاش تعيط، عشان وقتها هنقول لك فاكر لما كنت بتقول يا زملكاويه انتوا بتعيطوا ليه؟ احنا ابطال واحنا اقوياء، وكنت بتطلع لسانك للزملكاويه. خليك بس فاكر ده لما يلف الزمن عليك وتجع وجعه ما تكونش منها جوامه ان شاء الله. وقتها مش عايزينك تعيط، مش عايزينك بقى تبقى ضعيف، عايزينك بقى وقتها تستلم كده الطريحه وتتقبل الامر الواقع، لانك انت عايز تفرض علينا الامر الواقع حاليا، مع انه بالظلم كمان. يعني احنا لما بناخد بطوله ما بيبقاش بالظلم زي اللي بيحصل ببجاحه ليك من اول مباراه لاخر مباراه في الدوري. لما الزمالك بياخد بطوله دوري بياخدها من منظومه كامله ومن دوله بمؤسساتها كلها. وقتها انت بتعيط وبتقول في فساد، مع ان مفيش اصلا فساد. اللي بيحصل معاك ده يعني قمه البجاحه في الفساد، وانت معترف بكده، وانت مش فارق معاك ده كله، وانت فرحان بالبطوله المسروقه، وكل الجماهير الاهلاويه طالعه تقول لك احنا فرحانين ان احنا بنحتفل بالدوري ال 45 الحرام ومفيش فارق عندنا. ما تعيطوش يا زملكاويه، استحملوا خليكم اقوياء. لا يا حبيبي، احنا اقوياء، واحنا لما ناخد بطوله ان شاء الله منك ما تبقاش تعيط، بالرغم ان ناخدها برضو بالعدل، مش زيك بنفس الطرق الشمال بتاعتك. ده انت النهارده الحكم قدام فاركو مش هين عليه ان يعني ما يحسبش حاجه ضد الزمالك، مش هين عليه يطلع المباراه الا بتعريصه ولا بظلم ولا باي شيء ضد الزمالك. ده لما بيحصل مع الاهلي من يومين امام فاركو، اهداف اساسا ما تتحسبش خالص واتحسبت، اهداف اوفسايدات واتحسبت، زي هدف حسن شحاتك اللي كان اوفسايد من قبل نص الملعب اتحسب. خليكم بس فاكرين كل ده علشان لما تجعوا ما تبقاش تعيطوا وقتها. اياك نسمع عياط فيكم. سلام.